تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض النهارده البطاطس اللي متفرّزة مع إن هي بجد هتبقى زي الفارم فريتس بالضبط، شايفين من جوّه عاملة إزاي؟ بتبقى تحفة جدًا. هنعملها على طريقتي ونشوف أنا بافضّل أنهي طريقة في تفريز البطاطس. يالّا نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة أنا معايا هنا استخدمت البطاطس الرملية، دي من أفضل أنواع البطاطس التحمير. يليها طبعًا البطاطس اللي هي تبقى فيها أم طينة دي، برضه بتبقى تحمير حلوة جدًا، تجيبيها كده ومتوسطة الحجم مش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي. هنبدأ نقشّر بقى البطاطس بتاعتنا بالمقشرة، بالسكينة بتاعتِك، التقطيع والتقشير العادي جدًا. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما تنسانيش في اللايك والشير ومتابعة الصفحة أو اشتراك في القناة. بُصّوا تفريز البطاطس يا جماعة يعني أنا قُلت أفرّزها معاكم علشان برضه إيه، إن اللي حابب يعملها عشان برضه لو في ستات بتشتغل والّا حاجة دي تبقى طريقة سريعة ومسرّعة علينا جدًا في رمضان إن شاء الله. غسلتها كويس جدًا بعد ما قشرتها بالمنظر ده. تعالوا بقى نبدأ نقطّعها، وأحسن تقطيع للبطاطس لو أنتِ عايزة تقطّعيها على إيديكِ ما فيش مشكلة خالص، أنا هاقطّعها معاكم هنا على القُرمة معايا على الخشب. بُصّوا أنا قطعت حتّة صغيرة عشان أعمل لها قاعدة من تحت كده، بُصّوا حافة، برضه بنحمّرها وبناكلها ما فيش مشكلة خالص. هنبدأ بقى نقطّعها شرايح طولية بالمنظر ده، وتقطّعيها يعني ما تبقاش رفيّعة جدًا وما تبقاش تخينة سميكة جدًا، لأ هي تبقى متوسطة بس تبقى ملحّمة، عشان لمّا تيجي تقليها على مرّتين تبقى ملحّمة كده، يعني تبقى فيها مقرمشة من برّه بس أنتِ برضه فيها لحم من جوّه، لإن أنتِ لو قطّعتيها رفيّعة جدًا يعني في بعض وحدات برضه تقطّعوا معايا ورفيّعين جدًا بينشفوا خالص، تمام؟ بُصّوا التقطيع ده أنا باورّيكِ السُمك ده بيبقى سُمك مناسب جدًا، جدًا. بس قطّعتها بقى بالمنظر ده، رُحت غسلتها كويس جدًا، جدًا، نزّلت كل النشا اللي فيها. بُصّوا أنا باورّيكم لغاية ما المَيّة تبقى صافية معايا تمامًا. تعالوا بقى نروح على الزيت، أنا لا باحُط عليها خَل ولا باحُط عليها ملح ولا أي إضافات وبتطلع مقرمشة وزي الفل وتحفة جدًا. معايا بقى زيت سُخن هنا ونبدأ نحط البطاطس هتتقلي. بُصّوا بقى يا بنات، في الخطوة دي ما تحطّيش بطاطس كتير خالص، خلّي بالِك هتقولي لي ده إيه ده الزيت كتير، على فكرة الزيت ده بيكفّيكِ وبتستخدميه في حاجات تانية كتير، عادي جدًا زيت البطاطس ما فيهوش أي مشكلة. بُصّوا أول ما الطاسة اللون يبيض كده والبطاطس تشد حيلها وتلاقيها تماسكت كده، هنبدأ نطلّعها على طول. طيب لو أنتِ حاطة كتير وأنتِ بتطلّعي في المرحلة دي هتتهري معاكِ، لازم تحطّي شوية صغيرين بشوية صغيرين، حركة مهمة جدًا. وباطلّعها مش على مناديل مطبخ، أنا عايزة كل حبّاية بطاطس تبقى متغلفة بالزيت بتاعها ما فيش مشكلة، وتبقى مفرّطة بينها وبين التانية، يعني ما يبقوش على بعض علشان لمّا يدخلوا الفريزر ما يبقوش متجمدين كده. بين كل طبقة وطبقة هاعمل بينها كيس تلاجة. أكياس التلاجة العادية جدًا، بين كل طبقة وطبقة يا إما طبقة stretch يا إما كيس تلاجة، ونبقى مفرّدين كل واحدة جنب التانية مش على بعض، لأ كل واحدة جنب التانية، هاخلّص الكمية بالمنظر ده. بين كل طبقة وطبقة أنا عملت كيس تلاجة وفرّدتهم كده وحدات. هابدأ دلوقتي أدخّلهم الفريزر لحد ما يتجمدوا معايا تمامًا. هنا بعد ما اتجمدوا معايا تمامًا في المرحلة دي بقى هابدأ أفرّز البطاطس. شايفين؟ أنا ما باسلقهاش في المَيّة الأول يا بنات ولا أي حاجة، على فكرة أنا جرّبت الطريقة دي قبل كده وكانت هي، فأنا ليه أعمل خطوة المَيّة؟ والله هي ونفس التأثير بالضبط. جميلة جدًا وحلوة وجرّبوها بجد حلوة النُص مقلية دي بتبقى جميلة جدًا، اعمليها على أكياس في الفريزر وطلّعيها. هاقلي معاكم شوية، أنا هنا بعد ما طلّعتها من الفريزر تاني باورّيكم بُصّوا البطاطس واحدة بوحدتها مش لازقة في بعض خالص. شايفين؟ بدأت أول حاجة وهو متجمد، الزيت يقدح معاكِ وتنزّليها وهو متجمد، يعني وهي البطاطس جامدة ما تستنيهاش تفُك، البطاطس تطلّعيها من الفريزر على الزيت على طول. بُصّوا بقى، شايفين؟ تحفة، جميلة جدًا، وما بتاخدش وقت بقى خلاص، هي بجد دقيقتين وبتكون اتحمّرت، وبتبقى معاكم بالقمر دي. حطّي بقى معاها بهارات البطاطس، على فكرة بهارات البطاطس من كنور حلوة جدًا، طعمها حلو أوي، أي بهارات بطاطس تفضّليها بتبقى تحفة وجميلة وألف هنا وشفا. وشايفين من جوّه مقرمشة من برّه ومن جوّه ملحّمة. أتمنى لايك وشير لو عجبِك الفيديو، كنتم مع ابتسام الجبالي، السلام